بيشوفوا شبح شيكوريل بيمشي في الشقة وبيطلع ويدخل في الحيطة، وكانوا مرعوبين جدا ومش عارفين ايه الحكاية. اهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الابواب المغلقة، والنهاردة هحكي لكم على شبح شيكوريل ومنزل الفنان عزت أبو عوف. بداية كده عايزة اقول لكم ان عيلة شيكوريل كانت عندها اكبر المحلات التجارية في وسط البلد في مصر، وكانت بتحقق مكاسب كبيرة جدا وازدهرت على الاخر. وفي فترة وتحديدا عام 1927 كان بيدير المحلات دي 3 اخوات، وكان اكبرهم سلمون شيكوريل، واللي كان عنده فيلا بشارع سريلانكا بالزمالك. وفي يوم من الايام هجم على الفيلا دي حرامية، سرقوا الفيلا والمجوهرات والفلوس كمان، وخدروا مراته. وقتلوه ب11 طعنة متفرقة في جسمه كله. وبعد موت شيكوريل محدش كان يجرؤ انه يسكن في الفيلا دي او حتى بس يقرب من جنبها، وده لان الجيران كانوا بيسمعوا اصوات غريبة جدا بالليل، وانوار الفيلا كلها كانت بتشتغل وبتطفي لوحدها. لحد ما جه في يوم وتحديدا عام 1957 لما قررت أسرة الفنان عزت أبو عوف إن هم يشتروا الفيلا ويسكنوا فيها. وطبعا ما كانوش يعرفوا حكاية قتل شيكوريل أو إيه اللي حصل فيها، ولكن بعد انتقالهم للفيلا بدأ يحصل حاجات غريبة جدا. الموضوع بدأ إنهم بيشوفوا خيالات سريعة بتعدي من قدامهم، وأصوات حركة رجل وصوت حد بيمشي في الفيلا بالليل. وحتى وهم نايمين كانوا بيسمعوا أصوات كانت بتخرج من الحيطة، وصوت همس غريب. أنا الصوت، أنا الهمس، أنا الخوف الذي تهرب منه، أنا الذي يجعل الناس أكثر حذرا وأكثر طاعة. والغريب كمان إن الحاجات دي كانت بتحصل قدام الضيوف وبيشوفوها كمان عادي، وكانت أسرة البيت كلها خايفة جدا ومرعوبة، وخصوصا والدة الفنان عزت أبو عوف كانت خايفة على أولادها الصغيرين. وقتها كان الفنان عزت أبو عوف عنده 8 سنين، وإخواته ال4 كانوا أصغر منه. المهم بدأ يشك والد الفنان عزت أبو عوف في ماضي الفيلا، وبدأ إن هو يسأل عن الماضي بتاعها، وعرف إن شيكوريل اتقتل فيها، ولكنه صمم إنه يستنى فيها برغم الخوف المسيطر على الجميع. وبعد فترة اتوفى والد الفنان عزت أبو عوف، وفضلت أسرته مقيمة في الفيلا أكتر من 50 سنة، وكان في 3 من الخدم بيشتغلوا هناك. ولكن سمعة الفيلا كانت سيئة جدا، وما كانش حد عايز يشتغل فيها خالص. وبعد لما اتخرج الفنان عزت أبو عوف من كلية الطب، وبعدها اتجه للتمثيل والغنى، بقى المكان أكثر جذب للفنانين في الوسط الفني، وده بسبب علاقة أبناء أبو عوف بكتير من أبناء الوسط الفني، وبسبب إن الفيلا كان فيها أوض كتير قوي. كان كتير قوي من الفنانين بينزلوا ضيوف عند عيلة أبو عوف، ولكن التجارب المرعبة والمخيفة اللي مروا بيها كانت بتخلي أي حد يفكر 1000 مرة قبل ما يبات فيها ولو يوم واحد. وفي يوم من الأيام عمل أبو عوف حفلة كبيرة كانت كلها فنانين، ومن بين الحضور كان الفنان فريد شوقي.
اللي جت سيرة الشبح قدامه ورد فريد شوقي بكل ثقة: شبح ايه بس؟ ده لو في شبح يوريني نفسه. ومرة واحدة النور قطع وكل الضيوف طلع يجروا وهم خايفين جدا، وفي منهم اللي كان بيقع وهو بيجري من الخوف. وفي مرة كمان كان في لقاء تلفزيوني قديم ليسرا، قالت إن هي كانت معزومة في بيت صديقتها مع أبو عوف، والسهرة طولت بينهم شوية. المهم قررت يسرا إن هي تبات مع صاحبتها مع أبو عوف، وبتقول اتكلمنا شوية وبعدين نمنا، وأنا نايمة سمعت صوت حد بيمشي شبه العساكر في عرض عسكري. فخفت جدا، خصوصا ان هي كانت عارفة ان مفيش غيرهم في الفيلا والصوت بيقرب من اوضتهم. فصحت مها بالراحة وقالت لها على الصوت، ومها ردت عليها بكل عفوية ان ده شبح في البيت من زمان واحنا متعودين عليه. يسرا ومن غير ما تسمع اي كلام تاني نطت من الشباك وهي حافية وبتجري على شقتها، وكانت مرعوبة وخايفة جدا. واكد الفنان عزت أبو عوف على الموضوع، وان الفيلا فعلا كانت مسكونة بشبح ولكنه ما بيأذيش اي حد، وانه كمان كان عايز يتخلص من الفيلا وفعلا اتخلص منها وباعها. ودي كانت حكاية فيلا عزت أبو عوف المسكونة بشبح شكوريلا. وعلى فكرة دي قصة حقيقية. قولوا لي ايه رأيكم في الحلقة، واقترحوا عليا لو في مواضيع حابين نتكلم فيها، واستنوني في حلقة جديدة مع قصة جديدة مع ميلة رمضان.